طبعا انا لو جيت قلت لك ان يسجل اول جول في ريمونتادا برشلونه الجميله بتاعت امبارح دي، لا ومش جول بقى، ده جاب جول وهداف الدوري كمان. لو جيت قلت لك ان الراجل ده هو اسوأ لاعب في برشلونه كلها، انت مش هتصدق، تقول لي ازاي يا عم جايب جول وهداف الليجا وبرضه اسوأ لاعب. ليفا لا يختلف على سوقه مدريدي ولا برشلونه. الحل الوحيد عشان تشوف ليفا كويس الموسم ده ان انت تكون اعمى وما بتسمعش، عشان لو اعمى بس مش كفايه، هتسمع زريته في الملعب. هو مؤذي للعين لاي حد بيتفرج على كوره بشكل عام، يعني هو حرفيا ثلاجه في ال 18، بطيء تقيل، لا بيسمع ولا بيسجل ال 100,000 فرصه اللي بيوصلوا له، لا ينفع مهاجم تسند عليك مهاجم محطه، ولا ينفع مهاجم صريح. تقول لي ايه يا عم كل ده؟ عزيزي المشاهد، احب اقول لك ان البني ادم ده على يمينه لامين يامال وعلى شماله رافينيا وراهم اولمو ووراهم بدري. الرجاله دي حرفيا بيصنعوا له ما لا يقل عن 40,000 فرصه في الماتش، في الشوط الواحد. الرجاله دي كلها تحت قياده فليك اللي هو في احسن مواسمه التدريبيه تقريبا. كلهم المنظومه كلها بتشتغل عشان تخدم ان الراجل ده يحط الكره في الجول، بيديله مؤشره تحطها في الجول. ولكن لم يكن يعلم ان ليفا يفعل المستحيل لكي يهدر المؤشرات، وبيسجل منهم فرصه واحده، ده لو سجلها اساسا.